اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الطبق الحرش، الطبق الجميل اللي كل الناس بتحبه وهتاكليه في نفس اليوم، حاجة عظمة كده. في ناس كتير بتحطه في العيش وتاكله. يلا بينا بقى يا بطة يا وزة يا حلوة انت وهي، حطي اللايك بتاعي واكتبي لي كومنت حلو منك يفرحني ويسعدني، وتعالي هقولك على حاجات كتير للبتنجان. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. معايا الكبه بتاعتي، معايا فلفل اخضر كوبي، ما لقيتش عندي فلفل احمر. المفروض ان انا لو هخزنه مثلا اسبوع مثلا او هعمل كميه هحط فلفل احمر. طب هحط فلفل احمر ليه؟ ودي عن تجربه. الفلفل الاحمر اللي هو الكوبي او الحامي ما بيسودش قلب البتنجانه، تمام؟ عشان بس تبقي عارفه بيخلي قلبها ابيض وبتبقى زي الفل معاكي. بس انا طبعا علشان جايبه نص كيلو بتنجان مش كتير، فهيقعد معايا النهارده مثلا وبكره مش هيقعد معايا اكتر من كده. فحطيت زي ما انتم شايفين كده 3 قرون كبار من الفلفل، وحطيت عليهم ليمونيه ونص، عصرت عليهم ليمونيه ونص. طبعا الليمون الاخضر ده لسه طالع بس مليان ميه، يعني يعني سبحان الله مليان ميه. ساعات تجيبيه يبقى ناشف كده ما يبقاش فيه ميه. خلاص، وادي الليمونيه ونص. صلي على الحبيب بالله عليك، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شويه بقى من التوم كده معتبرين. وهنحط بقى ايه؟ بصوا مش هنحط حاجات كتير مثلا توابل او كده، لا هنحط بس رشه صغيره قوي من الكمون، وكمان شويه من الملح. قبل كده انا كنت عاملاه معاكم بالكزبره بقى والفلفل الالوان وكده. ده بقى السريع اللي هو ناكله منه النهارده وبكره. وادي الملح بتاعنا كمان اهو حطيناه زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي بقى نشغل الكبه بتاعتنا، ورشه بقولك يعني حاجه بسيطه من الكمون، وكمان معلقه من الخل. على نص كيلو البتنجان بتحطي معلقه واحده بس من الخل، ما بتحطيش اكتر من كده. تمام، تمام. وادي رشه الكمون. ودوروا بقى الكبه بتاعتنا كده ونفرموه، مش فرم ناعم، فرم خشن. اوعي تنعميها خالص، لا يبقى فرم خشن، فرم متوسط كده. هنا بقى كده واحنا مشغلين الكبه، انا حابه اشكر كل واحد كتب لي تعليق حلو على البوست اللي انا كنت منزلاه. انا ما كانش قصدي حاجه، انا كنت منزله بقول ان احنا في وصفات سهله وسريعه وناس كتير من حقها ان هي تتشاف. يعني انا ممكن مثلا ادخل على عنوان والاقيها حاجه تانية خالص، صدقوني بطلع من الفيديو ما بكملهوش، بحس ان هو مش هادف. انا بقى ما حطيتش طبعا، كنت شطه، فجبت معلقه بقى من الشطه او الفلفل اللي انا كنت عاملاه وحطيتها في الكبه، وهبتدي ادور الكبه مره تانية. وهنا بقى كده زي ما انتم شايفين ادي نص كيلو من البتنجان. انا سلقته ازاي؟ حطيته في الحله وحطيت عليه شويه ميه وشويه ملح وشويه من البابريكا وعصره ليمونيه، وهبتدي افتحه كده بالراحه. طبعا هو كان سخن شويه، فانا هبتدي افتحه كده بالراحه وابتدي ان انا احشيه بالحشوه بتاعتي. ادي البتنجان بنسلقه كده. بس بقى لو احنا بقى عايزين نزود شويه في ميه السلق، في ناس بتحط بنجر، في ناس بتقطع قطع ليمون وبتحطها، في ناس بتحط قرون فلفل احمر حامي. كل واحد على حسب ما هو بيحب يعمل ايه. انا هقولك لو انت عايزه تحفظيه لمده اطول هتعملي ايه، ولو انت هتاكليه طبعا دلوقتي هيتاكل كده على طول. وهنا بقى ادي البتنجان جاهز معايا. لو انا هقدمه دلوقتي حالا مثلا وعندي افراد كتير، طب انا هاكله على يومين، احفظه ازاي او اشيله ازاي؟ تعالى اقولك نحفظه ازاي ونشيله ازاي. هنا بقى كده هتجيبي علبه وهترصي فيها البتنجان بتاعك، وطبعا عندك بقيه الحشوه اللي انتوا شايفينها في الطبق دي احنا مش هنرميها. اي علبه عندك ناشفه كده حطي فيها بقى ايه البتنجان بتاعك كده بالشكل دوت. هنا بقى هنزل ببقيه الفلفل والثوم اللي في الطبق ده كده على الوش زي ما انتوا شايفين كده. ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم زمان كانوا بيدقوا الثوم بالشطه بالملح ويعملوا سندوتشات وياكلوه. طبعا دلوقتي مفيش الكلام دوت ومحدش بقى بيقدر على الكلام دوت. زمان فعلا كانوا بيعملوا كده، يعني انا امي واحده من الناس اللي كانت بتعمل كده. بصوا بقى، ونزلت اهو بالميه اللي انا كنت سالقه فيها البتنجان بتاعي. تمام، حلو قوي كده. يلا بينا بقى رجي رجه كده، وهو البتنجان معاكي جاهز. حطيه بقى في التلاجة، هيقعد معاكي يومين وهتاكلي احلى بتنجان. بصي سهل وسريع ومش مكلف كمان. واقولك يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتك، واقولك السلام عليكم.